ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلاب أولى ثانوي، عاملين يا رجالة، عاملين يا أبطال، يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا يا معلم عمال تاخد لك كده محاضرة جبرة على محاضرة حساب مثلثات على محاضرة هندسة، وعمال تاخد أقلام على وشك وأنت إيه على الله ما أنتش فاهم أي حاجة. وجيت فجأة يبقى صابح عليك امتحان شهر أكتوبر وأنت على الله إن شاء الله. جيت لك يا معلم بمراجعة جميلة جدا باسم مراجعة شهر إيه؟ أكتوبر. المراجعة دي هي عباره عن انا حاطط لك امتحانين، الامتحانين دول زي امتحان بتاع شهر اكتوبر بالظبط، عباره عن 12 سؤال اختر وسؤالين ايه مقالي. يبقى انت دلوقتي كده عندك كام امتحان؟ امتحانين، كل امتحان منهم 12 سؤال اختر وسؤالين مقالي. يبقى عدد الاسئله كلها كام؟ عندك 24 سؤال اختر واربع اسئله ايه مقالي. سمي الله كده الاول وصلي على النبي وتعالى كده نشوف امتحان رقم واحد. بيقول لك الاختبار الاولاني، هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم بالايه؟ بالاختيار بتاعه. بيقول لك اختر الاجابه الصحيحه. بيقول لك اول حاجه جذر السالب 4 في جذر السالب 9. الاول ده اول درس اعداد مركبه، جذر سالب 4 في جذر سالب 9. وانا كان عندي جذر عدد سالب؟ لا، فكنت بقول يا معلم جذر الاربعه يديني 2 والسالب كنت بخرجه بايه؟ بت، واقول له الفي عادي. يبقى جذر السالب 4 بيساوي 2 ت. طب وجذر السالب 9؟ جذر التسعه يديني 3 وكنت بخرج السالب بايه؟ بت. واضرب عادي دول في بعض. يلا 2 في 3 ب6 وت في ت بت اس 2. الله ينور عليك اللي بتقول لي ما ت اس 2 بتساوي كام؟ سالب 1. يعني هشيل الت اس 2 واحط مكانها سالب كام؟ 1. يبقى 6 في سالب 1 يديني كام؟ سالب 6 اللي هي اجابه رقم ب. يبقى حاصل ضرب جذر السالب 4 في جذر السالب 9 يدينا كام؟ سالب 6. تعالى بس اما افكرك بحاجه كده. والله كان عندك حاجه اسمها ت، دي ت، وكان عندك حاجه اسمها ت تربيع، وعندك حاجه اسمها ت اس 3، وعندك حاجه اسمها ت اس كام؟ 4. والله الت كانت جذر السالب 1، وت تربيع كان بيساوي سالب 1، وت اس 3 كان بيساوي سالب ت، وت اس 4 كان بيساوي 1. يبقى بسرعه ت بتساوي جذر السالب 1، ت تربيع بسالب 1، ت تكعيب بسالب ت، ت اس 4 بكام؟ ب1. وخلي بالك الاس 4 ده طالما الاس من مضاعفات الاربعه دايما هيساوي كام؟ الناتج هيساوي كام؟ 1. يعني طلع ت اس 4 ب1، ت اس 8 ب1، ت اس 12 ب1، ت اس 64 معرفش. هتقوم ماسك الاله وتقول لي ال 64 تقسمها على الاربعه طلعت لي ب 16. شكرا، قبلت الاسم يبقى شكرا برضو بيساوي كام؟ 1. يبقى اي اس هيقبل الاسم على الاربعه يبقى الناتج بتاعه بيساوي 1. ده كده كان اول سؤال معايا. تعال نشوف سؤال رقم 2. بيقول لي يا عم الحاج اذا كان جذر المعادله دي ماله؟ مركبين وغير حقيقيين. ثانيه واحده قبل ما اكمل، فاكر انواع جذريه المعادله؟ كنت بقول لو المميز اكبر من الصفر او المميز بيساوي صفر او المميز اصغر من الصفر. والله لو كان اكبر من الصفر يبقى حقيقيان، نوعهم حقيقيان مختلفان. طب لو كان بيساوي صفر يبقى حقيقيان متساويان. والله طب لو كان اصغر من الصفر هيبقى مركبان وغير ايه؟ حقيقيين. حقيقيين. طب زي الفل. طب معلش واحد دلوقتي مين فاكر المميز؟ واحد بيقول لي مش فاكر المميز. يا عم الحاج المميز بيساوي ب تربيع ناقص 4 ا ج. يبقى لو المميز ده اللي هو الب تربيع ناقص 4 ا ج ده لو اكبر من الصفر هيبقى نوع جذريه المعادله حقيقيان مختلفان. طب لو كان الب تربيع ناقص 4 ا ج ده بيساوي صفر يبقى حقيقيان متساويان. طب لو كان الب تربيع ناقص 4 ا ج ده اصغر من الصفر هيبقى مركبان وغير ايه؟ حقيقيين. طب زي الفل. مين الالف ومين الب ومين الجيم يا عم مازن؟ والله كان الالف معامل السين تربيع اللي هو هيساوي ك. طب والب معامل السين اللي هو هيساوي سالب 8. طب والجيم الحد المطلق اللي هو بيساوي كام؟ 16. طب انت كده جبت الالف والب والجيم، انت عايز ايه اصلا؟ كاف 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 كاف. يبقى الخلاصه انا عايز الكاف. طيب هو قال لك بس هو الجذران مالهم؟ مركبان وغير ايه؟ حقيقيين. وطالما مركبان وغير حقيقيين يبقى المميز كان اصغر من مين؟ من الصفر. يعني الب تربيع ناقص الاربعه ا ج ده المفروض كان اصغر من مين؟ من الصفر. طب تعال نعوض. شيل الب وحط مكانها سالب 8. سالب 8 اس 2 يدينا 64 ناقص. نزل الاربعه مفيش حاجه يعني في. الالف بكام؟ بكاف في.
شيل الجيم وحط مكانها 16 ونزل لي الاصغر من صفر زي ما هي. ظبط لي الكلام ده، نزل لي ال 64 زي ما هي ناقص 4 في 16. والله 4 في 16 هتعملها على الاله هتطلع عمك برضه ب 64. 64 في كاف ب 64 كاف. خليها كل ده اصغر من الصفر. ودي ال 64 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى سالب 64 كاف اصغر من سالب 64. زي الفل. واحد يقول لي يلا اجري اقسم على ايه؟ على السالب 64، وادي الخطوه الوحيده اللي بتوقع الناس بتاعت اولى ثانوي. قسمت على السالب 64 دي هترمع دي، يبقى كاف اصغر من سالب 64 على السالب 64 يدينا 1. تبص في الاختيارات مش موجوده، ده انت محظوظ انها مش موجوده. تقول لي ايه؟ والله انت محظوظ انها مش موجوده. تقول لي ازاي؟ اقول لك بص، الراجل لو عايز يوقعك هيقوم حاطط لك ده في الاختيارات، خلي الاثنين دي 1. انت هتقوم جاري ومختار اجابه رقم ب وتتحسب لك غلط. نعم ازاي يعني؟ يا حبيب قلبي افتكر هو انت لما كنت بتقسم على سالب في المتباينه كنا بنغير العلامه، يبقى دي كانت اصغر اقلبها ايه؟ اكبر. يبقى الكاف اكبر من مين؟ من الواحد. لا اجابه رقم د. انا قلت لك انت محظوظ ان هو مش حاطط لك اللي هي الكاف اصغر من 1 في الاختيارات. بس مش مشكله، يلا يا رب تكون المثال الثاني اتفهم. ده كده كان رقم 2. تعال نخش على رقم 3 والهندسه وحلويات الهندسه. بص بيقول لي ايه؟ بيقول لي اذا كان المثلث اللي اسمه ا ب ج بيشابه المثلث اللي اسمه س ص ع. ما تكملش، والله انا دي هطلع منها بشويه حاجات كتير. ايه هي؟ ان زاويه ا بتساوي زاويه س، وزاويه ب بتساوي زاويه ص، وزاويه ج بتساوي زاويه ع، والالف ب على السين ص بيساوي الب ج على الصاد ع بيساوي الالف ج على السين ع، بيساوي المحيط الاول على المحيط الثاني بيساوي الكاف. طيب هو عايز ايه اصلا؟ ما اعرفش. بيقول لك وكان الالف ب بيساوي 3 من س ص. الالف ب بيساوي 3 من س ص. انت عايز ايه؟ انا عايز مساحه المثلث اللي اسمه س ص ع على مساحه المثلث اللي اسمه ا ب ج. ايه القرف ده؟ بص مش عارف. تعالى كده طب يعني اكيد دي هنستفاد منها بحاجه. والله يا عم الحاج انا لو عايز اجيب مثلا س ص على الالف ب، لو عايز اجيب س ص على الالف ب، تعالى كده نجيبها هنا. والله س ص على الالف ب هتساوي، خلي بالك زمان كنت بقول لك روح وما ترجعش بايدك فاضيه، كان في هنا 1، يبقى 1 على 3، يبقى س ص على الالف ب هيساوي كام على الكام؟ هيساوي 1 على 3. تاني معلش. يبقى انا لو عايز س ص على الالف ب تقول لك روح وما ترجعش بايدك فاضيه، يبقى كام على الكام؟ والله هنا في 1 ما بيتكتبش، يبقى 1 على 3. طب معلش قلت لك عايز الف ب على الس ص، هتقول لي رحت ما ترجعش بايدك فاضيه، يبقى 3 على الايه؟ على ال1. مش هتفرق. خلاص كتبتها انا بالمنظر ده. ماشي يا عم الحاج. دول ايه؟ والله ده ضلع وده ضلع، يعني الخلاصه دي نسبه بين ضلعين. ماشي. لو تفتكر ان انا كنت قايل لك ان النسبه بين الضلعين هي النسبه بين المحيطين. مش انا بقول الضلع الاول على الاول بيساوي الثاني على الثاني بيساوي الثالث على الثالث بيساوي كاف بيساوي مين؟ المحيط الاول على المحيط الثاني. يبقى النسبه بين اي ضلعين هتساوي النسبه بين المحيطين. زي الفل. يعني انت قصدك ان محيط المثلث اللي اسمه س ص ع على محيط المثلث اللي اسمه ا ب ج برضه هيساوي 1 على 3؟ هيساوي 1 على 3. طب اهلا وسهلا يا عم مازن، انا مش عايز المحيط. ماشي. طب ما انت برضه عارف ان مش دي مساحه؟ ودي مساحه؟ طب ما النسبه بين المساحتين بتساوي مربع النسبه بين الضلعين. يعني انا قلت لك مساحه المثلث اللي اسمه س ص ع على مساحه المثلث اللي اسمه ا ب ج هتساوي مين؟ مش دي نسبه بين مساحتين؟ بتساوي مربع النسبه بين الضلعين. يعني هتاخد لي الضلعين دول بس مش زي ما هم كده، ده تربيع. هتاخدهم لي ايه؟ تربيع. يعني بالخلاصه 1 على 3 لكل اس كام؟ اس 2. 1 على 3 لكل اس 2 هيدينا 1 على 9 اللي هي اجابه رقم د. حلو. ده كده كان سؤال رقم 3. ثانيه واحده بقى، امسح بقى كل ده ما يهمنيش. هقول لك على حاجه انا من عندي. دلوقتي قلت لك اذا كانت، ده سؤال من عندي، اذا كانت النسبه بين ضلعين في مثلث او في مثلثين، نسبه بين الضلعين 3 إلى 5، فان النسبه
بين المحيطين هتساوي نقط، والنسبة بين المساحتين هتساوي نقط. والله ثانية واحدة يا عم مازن، أنت قلت لي النسبة بين الضلعين هي النسبة بين المحيطين، يبقى برضو النسبة بين المحيطين هتساوي كام على كام؟ برضو 3 إلى 5. برضو 3 إلى كام؟ إلى 5 أهي. طب زي الفل. طب النسبة بين المساحتين، ثانية واحدة يا عم مازن، أنت قلت لي مربع النسبة بين الضلعين، يعني مربع دول. طب مربع الثلاثة 9، مربع الخمسة 25، يبقى النسبة بين المساحتين كام إلى كام؟ 9 إلى 25. واحدة يقول لي ثانية واحدة يا عم مازن، مش أنت بتقول لي إن المساحتين هي مربع النسبة بين الضلعين؟ طب ما هي برضو مربع النسبة بين المحيطين، صح برضو؟ دي أو دي صح. ليه؟ لأن كده كده المحيطين بيساوي الضلعين، يبقى المساحتين تربيع المحيطين أو تربيع مين؟ الضلعين. بسألك سؤال تاني، لو قلت لك النسبة بين الضلعين 4 إلى 2، يلا النسبة بين المحيطين 4 إلى 2. طب النسبة بين المساحتين، لا حاسب 16 إلى 4 تربيعهم، 16 إلى كام؟ 4. طب أسألك سؤال بقى، النسبة بين المساحتين بتساوي 25 إلى 64. إلى كام؟ إلى 64. ده النسبة بين مين؟ المساحتين. طيب عايز إيه؟ أنا عايز النسبة بين المحيطين. عايز مين يا أخويا؟ النسبة بين المحيطين. طب بالراحة. النسبة بين المحيطين يا عم مازن هي النسبة بين الضلعين. والمساحتين دي مربع الضلعين أو مربع الإيه؟ المحيطين. لو أنت عايز الضلعين أو المحيطين هتجيب لي جذر المساحتين، يعني جذر 25 يدينا 5 وجذر 64 يدينا 8. واصله ولا ايه الدنيا؟ يا رب تكون الصوره ايه؟ واضحه. طيب نخرج من سؤال رقم 3 ونخش على سؤال رقم 4 وحساب المثلثات. بيقول لي اذا كان الضلع النهائي لزاويه قياسها -30، مديني زاويه قياسها كام؟ -30. قال لك في الوضع القياسي ايوه دار قد ايه؟ دوره ونص. ثانيه واحده قبل ما اكمل، هو انا كنت بعترف بكلمه دوره؟ كنت اول ما اقول لك شوف كلمه دوره، دورتين، 3 دورات، 4 دورات، كانهم مش ايه؟ مش موجودين. تشيلها اهي، انا شلتها خالص اهي. اول ما تشوف دوره 2 3 4 5 دورات 6 دورات شيلها. اللي يفرق معايا نص دوره، ربع دوره، 3/4 دوره. ليه يا عم مازن؟ ما انا بقول لك انا واقف اهو. يلا حبيبي قول لي لف ربع دوره، والله انا كده لفيت ربع دوره. طب قول لي لف كمان ربع، يبقى انت لفيت نص، والله انا كده لفيت نص. طب كده 3/4، طب كده انا لفيت دوره كامله، كده انا اتغيرت؟ انا زي ما انا. قول لي لف دوره، حاضر. اهلا وسهلا. اتغيرت؟ لا. طب قول لي لف دورتين، حاضر اهو. كده دوره، ادي الثانيه، ها فيها اي تغيير؟ والله ما فيها اي تغيير. يبقى انت دوره 2 3 4 5 اي عدد دورات ايه؟ شيلها ايه؟ من دماغك خالص. زي الفل. يبقى انا كده شلت ايه؟ كلمه دوره دي. قال لك نص دوره، هي الدوره كلها بكام؟ الدوره كلها ب 360، يبقى نص الدوره ب 180. طب زي الفل. عايز ايه بقى؟ قال لك خلي بالك ان هي ضد اتجاه عقارب الساعه. خلي بالك لما كانت ضد اتجاه عقارب الساعه وكان في حاجه اسمها مع اتجاه عقارب الساعه. والله لو كانت ضد كانت بتبقى الزاويه بالموجب، لو كانت مع كانت بتبقى بالسالب. هو قال لي ايه؟ هو قال لي ضد. هو قال لي ضد يبقى بالموجب. ماشي. فان الضلع النهائي يكون في الربع الكام؟ ثانيه واحده. الزاويه بكام؟ -30. انت قلت لي ضد يعني زائد. زائد قد ايه؟ نص الدوره ب 100 وكام؟ و80. هتعمل له دول على الاله هتديك 100 وكام؟ 150. ال 150 تقع في الربع الكام؟ تعال ما افكرك بالاربع. انا كان عندي كام ربع؟ 4. ده ربع اول، ده ربع ثاني، ده ربع ثالث، ده رابع. الربع الاول كان محصور ما بين الصفر والتسعين. الربع الثاني كان محصور ما بين التسعين وال180. الربع الثالث محصور ما بين ال180 وال270. الربع الرابع محصور ما بين ال270 وال360. ال150 دي بقى موجوده فين؟ والله موجوده ما بين ال90 وال180. يبقى ربع كام؟ يبقى الربع الثاني. اجابه رقم ب. ده كده كان السؤال الرابع. تعال نخش على السؤال الخامس وهندسه. بيقول لي في الشكل المقابل. عايز ايه؟ بيقول لي اذا كانت مساحه الشكل اللي اسمه ا ب ه د ب 42. ا ب ه د ده ب 42 اللي هو ده كده ب 42. ماشي. عايز ايه؟ فان مساحه المثلث اللي اسمه ج
ه د. ثانيه واحده. ج ه د. انا عايز ده مساحه ده. ثانيه واحده. انا اعرف اجيب لك مثلث ومثلث، انما انت ده مش، ده مبدئيا كده مش مثلث والله، انما ده مثلث. طب زي الفل. طب ثانيه واحده، واحد يقول لي يا عم ماذا انا ملاحظ حاجه، انا ملاحظ ان ده بيوازي ده بالظبط. هتقول لي بقى اذا الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، والزاويه دي مشتركه. اقول لك الله يفتح عليك، تعرف تكتب لي اسم المثلثين؟ يقول لي اه. يقول لك المثلث الاولاني اسمه، انا هبتدي بج عشان نجيب المشتركه، واكتب لي المثلث الثاني اسمه برضه ج. هبتدي بج اهي، والله زاويه د هنا هتساوي زاويه الف، يبقى اكتب لي هنا د واكتب لي قصادها الف. طب زاويه ه هنا هتساوي زاويه الب، يبقى اكتب لي هنا ه واكتب لي هنا الب. يبقى المثلث اللي اسمه ج د ه المفروض هيشابه المثلث اللي اسمه ج ا ب. زي الفل. عايز ايه تاني بقى يا عم الحاج؟ تعال نشوف اضلاعنا كده ايه الدنيا فيها. تعالى. بيقول لي يلا ج د على ج ا هتساوي د ه على الالف ب هتساوي ج ه على ج ب. يلا نشيل كل حاجه ونحط كمانها، حاجه على حاجه وحاجه على حاجه وحاجه على حاجه. ثانيه واحده. ج د ج د معرفش سيبها زي ما هي. ج ا ج ا معرفش سيبها زي ما هي. د ه ده برضه معرفش سيبها زي ما هي. طب ا ب يا حول الله يا رب برضه معرفش. طيب ج ه، ج ه طلعت باربعه. طب ج ب، ج ب كلها بكام؟ باربعه وسته يدينا كام؟ 10. الحمد لله انا قفشت نسبه ايه؟ معلومه، نسبه لذيذه زي الفل. هتقول لي يا عم مازن والله انا ممكن اجيب لك النسبه بين مساحه المثلث الصغير ده والمثلث الكبير ده اللي هو ده كله. هتقول لي ازاي؟ هتقول لي مش انت كده كده قايل ان ده دلوقتي نسبه بين ضلعين؟ يبقى النسبه بين مساحتين، يبقى مساحه المثلث اللي اسمه، انا قايل فوق اللي فوق اللي هو الجيم والدال والهاء، يبقى مساحه المثلث اللي اسمه ج د ه على مساحه المثلث اللي تحت اللي انا مسميه ج والف وب، يبقى ج ا ب. المفروض هتساوي 4 على ال10، بس كل ده اس كام؟ اس 2. فهتطلع لي 4 تربيع 16 على ال 100. يطلع لي 16 على الكام؟ على ال 100. طب ثانيه واحده. اهلا وسهلا. ده ايه ده؟ والله ده النسبه بين مساحه المثلث ده والمساحه المثلث الكبير ده. طب ماشي، انت عايز ايه؟ انا عايز مساحه المثلث اللي اسمه ج د ه. عايز مساحه المثلث اللي اسمه ج د ه. في ناس هتجري وتقول لي يلا ج د ه اللي فوق بكام؟ 16. بس ثانيه واحده، ثانيه واحده يا صاحبي، هو مديك مساحه مين؟ ا ب د، مديك مساحه ده، مديك مساحه ده بكام؟ مديك مساحه ده ب 42. زي الفل. طب انت دلوقتي عايز مين؟ انا عايز مساحه ده. طب انت هتشتغلها ازاي؟ والله ما اعرفش. انا ده ب 42 بالنسبه لي، وقال لي ده بكام؟ ب 42. طب زي الفل. والله يا عم الحاج ده كده ب 42 دلوقتي ومش عارفين ده هيبقى بكام. والله انت مش قلت لي النسبه بينهم 16 على ال 100؟ ال 16 دي اللي هي نسبه مين؟ ج د ه اللي هو فوق ده. امسح ده، اضيفها لي كده خليها دي 42. مش ال 16 دي اللي هي ج د ه اللي هو فوق ده؟ ايوه. طب معلش يعني ما خليها لي كده ج مثلث ج د ه. طب والمثلث الكبير ده اللي هو كله بكام؟ ب 100. يبقى هيساوي المثلث ده زائد مين؟ ال 42 اللي هو ج د. الله الله شكرا. اللي هو هيساوي المثلث اللي اسمه ج د ه وازود عليها مين؟ ال 42. طب ينفع بس عشان المنظر ده كده ما بحبوش، المنظر ده كده وحش بالنسبه لي، ينفع اسمي المنظر اللي فوق ده س؟ وينفع اسمي الاشياء اللي تحت دي س، ما هو نفس المثلث، يبقى س زائد 42 اهو اللي هو ده بس. يبقى المثلث الكبير نفس السين بس ازود على مين؟ ال 42. واضرب طرفين في وسطين يا معلم وطلع لي قيمه السين الجميله بتاعتك اللي هي مساحه المثلث ده. يلا يا باشا 16. تعالى كده نضرب فوق
16 في س زائد 42، 16 تحت قوس س زائد 42 بتساوي س في 100 ب 100 س. زي الفل. اضرب لي ال 16 جوه مره هنا ومره هنا. 16 في س ب 16 س زائد 16 في 42 الله اعلم. 16 في 42 ب 672. الكلام ده هيساوي 100 كام؟ 100 س. ينفع تودي لي ال 16 الناحيه الثانيه تودي السينات في طرف كلها مع بعض. هيبقى يلا ال 672 هتساوي ال 100 س ناقص 16 س. طب ما ال 100 ناقص ال 16 هتدينا 84 س. طب انا عايز قيمه السين، يبقى اقسم على الكام؟ على 84 هنا وعلى 84 هنا. دي هتروح مع دي، يبقى لي س بتساوي 672 على ال 84 وترص على الاله هيطلع لك السين بتساوي كام؟ 8. كانت مين السين؟ كانت مساحه المثلث ده، يبقى مساحه المثلث بتساوي كام؟ 8. اجابه رقم ا. ده كده يا معلم كان السؤال رقم 5. تعال نخش على السؤال رقم 6 معانا نشوفه بيقول ايه. والله بيقول لي في الشكل المقابل ده اله بيوازي ب ج وشويه حركات كده من عنده مديهاني معطيات وعايز ب ج، عايز الراجل ده. ماشي حاضر. ثانيه واحده بس قبل الراجل ده كده، انا شايف ان في توازي. وشايف ان طالما في توازي يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر. الله يفتح عليك. والزاويه دي مشتركه. الله ينور. يبقى المثلث الصغير ده هيشبه المثلث الكبير ده بالظبط. يعني بمعنى اصح هقول له المثلث اللي اسمه بيشابه المثلث اللي اسمهم ايه بقى؟ كده كده الزاويه الف مالها مشتركه، يبقى حط لي الف هنا وحط لي الف هنا. انت قلت لي ان الدال هتساوي الب، يبقى حط لي دال وقصادها ب. والهي هتساوي الجيم، يبقى حط لي ه وحط لي قصادها جيم. كتبت يا باشا اسامي المثلث بتاعتك صح، يبقى انا كده شكرا خلصت. حط نسبك حاجه على حاجه بيساوي حاجه على حاجه بيساوي حاجه على حاجه. يلا ألف د على الألف ب بيساوي د ه على الب ج بيساوي ألف ه على الألف ج. يلا إيه على إيه بيساوي إيه على إيه بيساوي إيه على إيه. يلا يا معلم. ألف د الله أعلم حطها ألف د. ألف ب الله أعلم حطها ألف ب. ده اله بكام؟ ب6. ب ج الله اعلم سيبها ب ج. الف ه ب3. الف ج كلها والله ده 3 وده 4. 3 و4 7. انت عايز ايه اصلا؟ انا كده رصيت نسب. انت عايز الب ج. طب ما شكرا، تعرف ان انا خلصت الحمد لله قفشت النسبه المعلومه. ف6 على الب ج بيساوي 3 على 7، يبقى اقول له الب ج بتساوي شرطة كسر اجي على اللي جنبيها وابدا منها وامشي مقص كام في كام على الكام، يبقى 7 في 6 على ال3. 7 في 6 على ال3. رص لي الرصه الجميله دي على الاله. 7 في 6 على ال3 يديني في الاخر 14. يبقى الب ج ما يساوي كام؟ 14. اجابه رقم ا. وده كده كان سؤال رقم 6. تعالوا نخش على سؤال رقم 7 معانا ونشوف بيقول ايه. بيقول لي اذا كان المضلع اللي اسمه ا ب ج د بيشبه المضلع اللي اسمه س ص ع ل. والله عندي مضلع بيشبه مضلع، ده كلام جميل قوي، بس اما اشوف هو عايز ايه. وكان الالف ب مديني ضلع، مديني الثاني، مديني الثالث. القصه قصه ايه؟ اضلاع. يبقى رص نسبات. ا ب على س ص بيساوي ب ج على الصاد ع بيساوي ج د على العين لام بيساوي، خد بقى في شمسيتك، ا د على السين لام. يلا وحط لي الشغل بتاعك والارقام الجميله بتاعتك. طيب الالف ب ب 32. س ص فين اهي 3 م ناقص 1. ب ج ب 40. ص ع ب 3 م زائد 1. والله مش مديني حاجه تاني تقريبا، ولا مديني الجمدال ولا العين لام. شيلهم كانهم مش موجودين. عايز ايه بقى يا عم الحاج؟ انا عايز الميم. طب ما السؤال خلص خلاص. اضرب لي طرفين في ايه؟
في وسطين. والله يا عم الحاج اضرب طرفين في وسطين، 32 في القرف ده يبقى 32 يفتح قوس 3 م زائد 1 بيساوي 40 في القرف ده يبقى 40 يفتح قوس 3 م ناقص 1. وابتدي يا باشا يلا صفي ايه شغلك. اضرب ال 32 مره هنا مره هنا. يلا يا باشا امسك لي الاله وقول لي 32 في 3 يديني 96 م زائد 32 في 1 ب 32 بيساوي، اضرب لي ده برضو مره هنا ومره هنا، 40 في 3 ب 120 م ناقص 40 في 1 ب 40. شكرا، بقت معادله فيها مجهول واحد اسمه الميم. ابتدي يا باشا هات لي الميمات في طرف والارقام في طرف وظبط دنيتك. والله ممكن اودي ال 120 الناحيه دي واجيب ال 32 الناحيه دي. نزل لي ال 96 م، ال 120 ناحيه هناك يبقى اسمها ناقص 120 م هيساوي، نزل لي السالب 40 وهات لي ال 32 الناحيه الثانيه يبقى اسمها ناقص 32. 96 ناقص ال 120 هيديني سالب 24. 96 م ناقص 12 م هيديني سالب 24 م هتساوي، واعمل لي سالب 40 ناقص 32 هتطلع لي سالب 72. اقسم على السالب 24 في الناحيتين يبقى على السالب 24 وهنا برضه على السالب 24. دي هتطير مع دي هيبقى اليمين بتساوي، وخد لي الرقم الجميل ده اقسمه على الاله. يلا قول لي سالب 72 على السالب 24 هيديني في الاخر 3. يبقى الميم هتساوي كام؟ 3 اللي هي اجابه رقم ا. شكرا جبت الميم. يبقى انت الخلاصه بتاعتك يا معلم ان انت جبت نسبك دي، الشغل كله هيبقى شغل ايه؟ قديم وشغل اعدادي والدنيا لذيذه. ده كده كان سؤال رقم 7. تعال نخش على سؤال رقم 8 ومن الاسئله الجامده قوي. بيقول لي اذا كان 2 ناقص ت احد جذري المعادله اللي اسمها س تربيع ناقص ب س زائد ج بيساوي 0. زي الفل. حيث الب والج تنتمي لح فان زوج مرتب ب وج، يعني عايز الب وعايز الجيم وبعدين بحطهم له في زوج مرتب. حاضر. يا عم الحاج هو مش ده كان احد جذري المعادله؟ مش احد جذري المعادله 2 ناقص ت؟ يبقى ده كده احد الجذرين، يبقى على طول الجذر الثاني المرافق بتاعه اللي هو 2 زائد ت، يبقى دول كده الجذرين. طب زي الفل. انت عايز ايه؟ والله انا عايز الب وعايز الجيم، يعني عايز دي وعايز دي. ثانيه واحده، انا هجيب الاول المجموع وحاصل الضرب، هكلمه في مجموع الجذرين. مجموع الجذرين الاول، مش مجموع الجذرين اللي هو هيساوي سالب ب على ا، اللي هو هيساوي سالب ب على ا. طب زي الفل. ينفع نجمع الجذرين؟ يلا 2 ناقص ت اجمع عليها 2 زائد ت. زي الفل. الكلام ده كله هيساوي سالب ب على كام؟ على الالف. الالف هنا هتساوي كام؟ 1. والله سالب ت هتطير مع الموجب ت، يتبقى لي 2 زائد 2 يدينا 4 هيساوي سالب ب على الكام؟ على الواحد. طب ما كده كده الواحد في المقام ملوش لازمه، يبقى السالب ب بتساوي 4. اقسم على السالب يبقى الب هتساوي كام؟ سالب 4. والحمد لله قفشت اول حاجه قيمه مين؟ الب. يبقى مبدئيا ج غلط والف غلط، هي يا اما ب يا اما د. لسه عايزين بقى مين؟ عايزين الجيم. طب ما الجيم ده يا معلم هيجي من حاصل ضرب الجذرين. طب زي الفل. طب ما حاصل ضرب الجذرين هيساوي ايه؟ ج على ا، يعني ج على الكام؟ على الواحد برضه، ما الالف قلنا بيساوي كام؟ 1. حاصل ضرب الجذرين عايز اضرب دول في بعض لو سمحت، يبقى 2 ناقص ت مضروبه في 2 زائد ت. زي الفل. هيساوي ج على الالف اللي هي ج على الواحد. يلا دول قوسين مترافقين بيتضربوا ازاي؟ اول في اول ناقص ثاني في ثاني. 2 في 2 ب 4 ناقص ت في ت بت تربيع والت تربيع بسالب 1 مع السالب تقلب موجب 1. الكلام ده هيساوي ج على الواحد في الجيم بقى. 4 زائد 1 يدينا 5، يبقى الجيم هتساوي كام؟ 5. الحمد لله يبقى الب بسالب 4 والجيم ب5. اجابه رقم د. هنا الجيم بسالب 5 فبرضه ايه؟ غلط. يبقى شكرا اجابه رقم د. والسؤال ده يا جدعان من الاسئله الجامده قوي بجد، ومن الاسئله المهمه يعني اسئله امتحانات. سؤال رقم 8. نخش على سؤال رقم 9. بيقول لي اذا كان س زائد ص ت بيساوي القرف ده. ماشي، فهمنا س زائد ص. مبدئيا انا شايف ان ده عدد مركب والله، وده المفروض انه يبقى عدد مركب وبينهم علامه ايه؟
يساوي. فلما عدد مركب وعدد مركب بينهم علامه يساوي يبقى العدد الحقيقي بيساوي العدد الحقيقي والعدد التخيلي بيساوي العدد التخيلي. طب زي الفل. طب ما تيجي نبسط ده الاول يا عم مازن والنبي عشان ايه ما تدوشناش. تعال نبسط ده. حاضر. مش ده يا باشا عدد وده عدد مضروبين في بعض؟ خد لي الواحد بقى اضربه مره هنا ومره هنا. يلا واحد في واحد بواحد، واحد في ت بت. يلا خلصت الواحد. امسك السالب 2 مره هنا ومره هنا. سالب 2 ت في واحد بسالب 2 ت، وسالب 2 ت في ت ثانيه واحده سالب 2 في واحد بسالب 2، وت في ت بت تربيع والت تربيع بسالب 1. سالب 1 لما تتضرب في السالب 2 هتقلب دي كام؟ موجب 2. زي الفل. تعال بقى نبسط الكلام الجميل ده. والله 1 زائد 2 يديني كام؟ 3. وت ناقص 2 دي ت يديني سالب، والله 1 ناقص 2 يعني سالب 1 يبقى سالب 1 كام؟ ت. يعني المفروض السين زائد ص ت ده، ما ده خلاص كده الشكل الاخير. يعني المفروض السين زائد الص ت ده هيساوي الكلام ده. يبقى السين عدد الحقيقي هيساوي كام؟ 3. يبقى السين هتساوي 3. والصاد هي العدد التخيلي اللي جنب الت، اللي جنب الت هنا اسمه سالب 1. يبقى الصاد بتساوي كام؟ سالب 1. انت عايز ايه؟ انا عايز س زائد صاد، يعني 3 زائد سالب 1. موجب في سالب بسالب يعني 3 ناقص 1 يدينا كام؟ 2. اجابه رقم ا. وهانت يا رجاله، وده كان سؤال رقم 9. نخش على سؤال رقم 10. بيقول لي ايه؟ بيقول لي ا ف ج د شكل رباعي دائري. شغل ثالثه اعدادي والسؤال ده تراكمي على ثالثه اعدادي. بيقول لي ا ف ج د شكل رباعي دائري. قال لك يا زاويه الالف بكام؟ ب 60. فين كام زاويه الجيم؟ ثانيه واحده. اي شكل رباعي يا عم وخلاص. ماشي. كان اسمه ايه لو سمحت؟ ا ب ج د. ماشي. خلي بالك من خواص الشكل الرباعي ان كل زاويتين متقابلتين مالهم؟ متكاملتين. يعني مجموعهم بكام؟ 180 درجه. يعني دي ب 60، دي المفروض تكون كام؟ 120. هو عايز ايه؟ هو عايز الجيم. طب خلاص كده زاويه الجيم هتساوي كام؟ 120 درجه. لما اجي ابص في الاختيارات ايه ده؟ الاقي باي. ايه يا عم القرف ده؟ عادي يا عم. الباي بكام؟ ب 180. شيل الباي وحط مكانها 180 وشوف. والله هتيجي هنا هتقول لي 180 على 3 اهو. 180 على 3 يديني 60. يبقى دي ب 60. لا انا عايز ال 120. غلط. باي على 6 يعني 180 على 6 تديني 30. لا برضه انا عايز ال 120. طب تعالى هنا 2 في 180 على 3 اهو. 2 في 180 على 3 ب 120. شكرا. هي اجابه رقم ج. طب تعال نجرب دي كده نشوفها بكام. 5 في 180 على 6 تطلع ب 150. برضه غلط اهو. بس يا عم كده اجابه رقم ج. والسؤال ده كان بجد من الاسئله السهله قوي يعني. نخش على سؤال رقم 11 ونشوفه بيقول ايه. في الشكل المقابل عايز صاد. مش مدينا اي معطيات. ماشي. عايز ايه يا اخويا؟ عايز الصاد. حاضر. انا شايف كده ان انا عندي اضلاع. واحد يقول لي خلصانه يا مستر رص يلا ده بقى مثلث صغير بيشابه مثلث كبير ورص. ماشي يا حبيبي. تعرف تقول لي اسم المثلثين؟ تقول لي تقول لي كده كده الب ايه؟ زاويه مشتركه في المثلث الصغير، والب برضو زاويه مشتركه في المثلث الكبير. ايوه يا حبيبي خليني معاك للاخر. دي مثلث وادي مثلث. قلت لك الب وقلت لك الب. اتفضل يا حبيبي قول لي اي زاويه ثانيه. تقول لي عادي. الدال مثلا هتساوي مين بقى؟ اعتمد. مش عارف. في الوقت بقى اللي زي ده احنا بنعمل ايه؟ والله احنا بنلجأ لحاجه اسمها التجربه. بنلجأ لحاجه اسمها التجربه. يعني ايه؟ يعني بص انا عندي هنا دلوقتي ده بكام؟ 3 وده كله بكام؟ وده كله ب6. طب ده بكام؟ ب2 وده كله بكام؟ لو المثلث الكبير ب2 و7 9. طب ما تيجي نجرب كده نقسم ده على ده كله وده على ده كله. لو طلعوا بيساووا بعض يبقى اذا نسبتي صح. يعني هقول له البهدال بص هقول له البهدال على الب الف كلها هتساوي ب د ب3 والب الف كلها ب6. 3 على 6 فيها الثلث. ماشي. طب ب ه ب2 هقول له ب ه على الب ج كلها
هتقول لي الب ه بكام؟ ب2 على الب يكون كلها 2 و7 9. 2 على 9 يدينا والله على الاتنين فيها الواحد على الاتنين فيها الاربعة ونص. ايه ده؟ مش هي؟ يبقى النسب اللي انا حطيتها دي ايه؟ غلط. تعال نحط نسب غيرها. طب ماشي. هو انا مش في الاول قلت ده على ده كله؟ طب ينفع تقول لي بس ده على ده مثلا؟ تعال نجرب. اللي هو ده على اللي قصاده الناحيه الثانيه. تقول لي اهو الب د على الب ج، اللي هو يساوي الب د بكام؟ ب3 على الب ج كله 2 و7 9. هيدينا والله على ال3 فيها الواحد على ال3 فيها ال3 هيديني برضو تلت. زي الفل. طب انا كده خدت ده مع ده كله. حلو. يبقى تاخد لي ده بس مع ده كله. طيب يبقى الب ه على الب الف كلها لا تساوي الب ه بكام؟ ب ه ب2 والب الف كلها 3 و3 6. والله على الاثنين فيها الواحد على الاثنين فيها الثلاثه تلت. يبقى انا الحمد لله نسبتي كده صح. خد اي واحده فيهم بقى. طيب هاخد مثلا يا عم اي تلت. هما الاثنين بتلت. خلاص تلت. المفروض هيساوي مين بقى؟ يساوي اكيد الثالث اللي هو ده على ده. يعني هيساوي كام؟ صاد على ده كله بكام؟ ب9. يبقى صاد على ال9. انت عايز مين؟ انت عايز صاد. هقول له صاد بتساوي شرط الكسر ده المجهول. اجي على اللي جنب المجهول وابدا منه وامشي مقص. هقول له 1 في 9 على 3. 1 في 9 على 3. 1 في 9 ب9. 9 على 3 فيها كام؟ ال3. لا اجابه رقم د. وده كده كان سؤال رقم 11. تعال نخش على السؤال الاخير في الاختياري وسؤال رقم 12. ده في النموذج الاول. طب زي الفل. واحد دلوقتي بص الفزلكه بقى. تشابه وبعدين معرفش. فين الزوايا؟ مش عارف. فين الاضلاع؟ مش كامله. طب هتمشي ازاي؟ عشان انت عبيط. ليه بقى؟ بص يا حبيبي، زاويه قايمه عشان انت بس عبيط. هفهمك ان عينك بتخدعك. زاويه قايمه وزاويه قايمه يبقى عمك مين؟ عمك مين؟ اقليدس. المثلث ده معلش هو مقلوب يا عم. انا هظبطه يا عم. اهو عادي يا باشا. سمي لي دي اللي كانت فوق دي ج واللي تحت دي ه وهنا ب وهنا د. ورص لي يا باشا ارقامك عادي. ج ه ده كان ب6 والب ه ب4 واله ده ب2 س زائد 1. في حاجه تاني؟ الحمد لله مفيش حاجه تانيه. عايز ايه بقى؟ انت عايز السين، عايز ده. شكرا خلصت. افكرك بقوانين اقليدس كلها. والله يا اقليدس كنت اجي اقول لك لو عايز الجيم دال تربيع يا عم بقى ما تشيلنيش بقى. الجيم دال تربيع اللي هو اقول له جيم دال تربيع كان بيساوي والله كان بيساوي دال ه في دال ب كلها. دال ه في دال ب كلها زي الفل. اللي هو الحته دي في الحته دي كلها. طب لو عايز الجيم ب، لو عايز الحته دي، لو عايز الجيم ب تربيع كان بيساوي. انا مش بادئ من هنا. يبقى له الحته الصغيره دي في ده كله اللي هو يساوي ب ه في الب ده كلها. ب ه في الب ده كلها. طب زي الفل. طب عندي قانون كمان اللي في النص ده اللي اسمه ج ه. كنت اقول ج ه تربيع بيساوي. كنت اقول له ايه؟ انا هنا اهو صح. اقول له ه د في ه ب. ه د في ه ب اهو. ه د في ه ب. طب زي الفل. وعندي كمان قانون لده. كنت اقول له الجيم ه بتساوي الجيم ه بتساوي. اقول له شرط الكسر. ايوه يا اخويا ده في ده على ده يمين في شمال على اللي تحت. كانت جيم د في جيم ب على الدال ب كلها. والله دي كده يا عم الحاج كانت كل قوانين اقليدس. ايوه ايه القرف بقى اللي انت عملته ده؟ لا احنا هنمسحه ونعمله تاني عشان نشوف. ارسم بقى من اول وجديد كده على نظافه. دي كانت زاويه قايمه ونزل لي من هنا كده عمود جميل. دي اسمها ج ب ودال وديت ه. والله ديت كانت ب6 وديت اله ب كانت ب4 واله د ب2 س زائد 1.
عايز انت ايه بقى؟ انا عايز قيمه السين. طب ما خلصانه يا عم الحاج. هبص من اللي في النص ده، مش هو مديني اللي في النص؟ هقول له الجيم هي تربيع. مش الجيم هي تربيع هتساوي اله د في اله ب؟ ايوه، ه د في اله ب في اله ب زي الفل. طب شيل بقى كل حاجه وحط قيمتها. جيم ه بكام؟ ب 6. 6 تربيع 36 هتساوي ه د. ه د ب 2 س زائد 1 في مين؟ اله ب. اله ب بكام؟ ب4. شكرا. اول حاجه انا عايز اخلص من الاربعه دي. الناس هتقول لي يلا اضرب الاربعه جوه، صح؟ وواحد فهلوي هيقول لي بقول لك يا مستر انت مش عايز تخلص من الاربعه؟ طب ما انا هقسم كلها على الاربعه وهنا برضه على الاربعه. الاربعه دي هتروح مع الاربعه دي، يبقى لي من هنا 2 س زائد 1 و36 على الاربعه تعملها على الاله يديك 9. وادي الواحد الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 2 س هيساوي 9 ناقص 1، يبقى ال 2 س هيساوي كام؟ 8. انا عايز السين الواحده، يبقى اقسم على الاثنين هتروح مع الاثنين، يبقى السين بتساوي 8 على الاثنين فيها الاربعه، يبقى السين بتساوي 4 اللي هي اجابه رقم ب. وده كده يا معلم كان اخر سؤال في اسئله الاختياري في الاختبار الاول. تعال نشوف سؤال المقالي وبعدين نقلب على الاختبار الثاني. تعال يا عم الحاج. اول سؤال مقالي، اتفضل. خلي بالك انت كده اسئله المقالي عندك سؤال جبر وعندك سؤال هندسه زي الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. اوجد قيمتي س وص. حاضر. فين س وص؟ ادي السين وادي الصاد. بص ده كده عدد مركب انا ما اعرفوش، يكون على جنب دلوقتي. هو المفروض بيساوي حاجه كده انا مش فاهمها. ماشي مش مشكله. والله انا هاخد الحاجه اللي انا مش فاهمها دي الاول ابسطها. اخدها اعمل فيها ايه؟ ابسطها. اللي هو الطرف اليمين ده، مش ده طرف يمين؟ ده طرف شمال. اقول له الطرف الايمن. واخده ايه؟ اروق عليه كده وابسطه واشوف الدنيا معاه بتقول ايه. مبدئيا هتقول لي والله دول قوسين مضروبين في بعض. لو تاخد بالك ان هم قوسين مترافقين، اسمهم قوسين مترافقين. عرفت منين؟ ان هم نفس القوسين بس مع اختلاف اشاره اللي في النص. بتضربوا ازاي يا عم الحاج؟ اول في اول ناقص تاني في تاني. اول في اول 2 في 2 ب4 ناقص تاني في تاني ت في ت بت تربيع، والت تربيع بسالب 1 مع السالب تقلب موجب 1. خليك عيل سريع بقى. وهنا 4 زائد 3 ايه؟ ت. طب والله 4 زائد 1 اللي فوق انا ممكن اشيلها واحط مكانها 5. طب زي الفل. واحد يقول لي خلي بالك يا مستر 4 زائد 3 ده في المقام ما ينفعش. كنت اقول له الله ينور. كنت بعمل ايه؟ كنت اقول له في وشرط الكسر بضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما، عشان ما ينفعش عندي عدد مركب فين؟ في المقام. فكنت بقول له بضرب في مرافق المقام بسطا ومقاما. 4 زائد 3 ت مرافقها 4 ناقص 3 ت و4 ناقص 3 ت. واقول لك يلا يا معلم اتفضل بسط الشغل ايه بتاعك. حاضر. مش ده مضروب في ده؟ خلاني 5 افتح قوس 4 ناقص 3 دي. عايزين نضرب اللي تحت لو سمحت. طيب مش ده وده مترافقين؟ اضربهم ازاي؟ اول في اول ناقص تاني في تاني. ضعف 4 ب 16 ناقص 3 في 3 ب 9. ت في ت بت تربيع، والت تربيع بسالب 1. تخلي السالب 9 موجب كام؟ 9. و16 زائد 9 يدينا 25 زي الفل. لسه ما اتبسطتش انا ممكن اقسم على 5 هنا يدينا 1. يعني هتفضل لي اللي فوق 4 ناقص 3 ت، وطبعا قسمت على 5 فوق على 5 برده تحت يبقى فيها كام؟ ال5 زي الفل. ده كده التبسيطه بتاعت المنظر ده. هو ده مش هعرف ابسط اكتر من كده. طب اعمل ايه؟ بص انا ممكن عشان بس انا عايز اوصلها لحاجه زائد حاجه ت لازم تتوصل المنظر ده. مش ده على 5؟ طب ما انا ممكن اخليها 4 على 5 ناقص 3 على 5 وانزل الت. ما هو ده انا كده وزعت المقام على البسط كله، صح؟ برضه ما غيرتش اي حاجه. ما انت لو جيت هنا تطرح يا بابا ده شغل بقى قديم خالص، لازم توحد المقامات وبتاخد 5 واحده وبتبتدي تطرح اللي فوق. فهي عادي كده. انا الحمد لله بسطت المنظر ده لده زي الفل. طب ما هو س زائد ت ص بيساوي ده. طب ما هو س ده عدد حقيقي يبقى يساوي العدد الحقيقي، يبقى الس بتساوي 4 على 5. والصاد اللي جنب الت هي برضه اللي جنب الت، يبقى الصاد هتساوي سالب 3 على 5. انت كنت عايز ايه بقى؟ عايز س وصاد. شكرا جبتهم، ولا اكتر ولا اقل.
وشكرا. ده كده كان اول سؤال ايه؟ مقالي. تعال نروح على السؤال الثاني والاخير في النموذج الاولاني. بيقول لي ايه؟ في الشكل المقابل ماشي الف ب ج د مثلث فيه مديني شويه حركات كده وشويه معطيات، عايز ايه يا عم الحاج؟ بيقول لي اثبت ان مثلث بيشابه مثلث. الله، عارف انا قلت الله ليه؟ ليه؟ عشان هو مديني الاسم، انا مش هتعب يا عم الحاج، مش هتعب اقعد ادور في اسامي، ده الراجل مشكورا مديني الاسم على طول يا باشا. هرص يلا اقول له الاول، مش انت بتقول لي عايز تثبت تشابه؟ انا قدامي كام طريق؟ قدامي طريقين، يا طريق زوايا يا طريق اضلاع. هبتدي ابص، ما عنديش زوايا، عندي الاضلاع كلها، يبقى انا الحمد لله حددت طريقه، هو طريق الايه؟ طريق الاضلاع. تعال نجرب. قول له اول حاجه ا ب على د ب هتساوي كام على كام بقى؟ الالف ب ب6 والدال ب ب4. والله 6 على 4 على الاثنين فيها 3 على الاثنين فيها الاثنين، يبقى 3 على الاثنين. طب تعال نشوف الحرفين التانيين. ب ج على الب الف، ب ج على الب الف هيساوي فين؟ ب ج ب ج ب9 والب الف ب الف برضه ب6. 9 على 6 والله على 3 فيها 3 على 3 فيها الاثنين، يبقى برضه ب3 على الاثنين. الحمد لله. خد يلا اقفل شمسيتك، يبقى ا ج على الدال الف اللي هو هيساوي ا ج بكام؟ ا ج ب7.5 والدال الف ب5. 7.5 على 5، امسك الآلة بتاعتك وقول لي 7.5 على 5 يديك برضه 3 على الاثنين. شكرا. مش دي 3 على الاثنين؟ ودي 3 على الاثنين ودي 3 على الاثنين التلاته بيساووا بعض. ايوه، يبقى اذا المثلث اللي اسمه ا ب ج بيشابه المثلث اللي اسمه د ب ا، وهو المطلوب. ده المطلوب الاولاني. الحمد لله. عايز يا عم الحاج تاني؟ خلصني. عايز بقول لك اثبت ان الب ا في نص في زاويه د ب ايه؟ ج. ثانيه واحده بس، فين الب ا اهو؟ بينص في انهي زاويه؟ د ب ج، د ب ج، يعني بينص في الزاويه دي. يعني عايز اثبت ان الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. ما انا معنى كلمه ان انا بقول لك نصفهم يعني اقسمهم لحتتين قد بعض. يعني انا بقول لك اثبت ان هو بينصف، يبقى اثبت ان الزاويه دي قد الزاويه دي. حاضر. مش ده بيشبه ده؟ احنا بنتكلم الاول في المثلث اللي اسمه ايه؟ ا ب ج. ده هو المثلث ده. الزاويه دي اسمها ايه؟ زاويه ب، اللي هي دي. طب والمثلث ده مش اسمه ا د ب؟ قال له هو ده. طب ما هو الحرف الثاني هنا هيساوي برضه الحرف الثاني هنا، اللي هي برضه الب هنا. طب ما طالما ده بيشبه ده، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي، يبقى قياس زاويه. اذا قياس زاويه ج ب ا بتساوي قياس زاويه د ب ا. وطالما الزاويتين بيساووا بعض، يبقى اذا يا معلم الب ا ده بيعمل ايه؟ بينصف. ب ا بينصف زاويه د ب ج. وده كده يا معلم الحمد لله كان اختبار رقم. بس يا معلم وكده كان النموذج الاول ب 12 نقطه اختر وسؤالين مقالي. تعالى كده قوم خد لك بريك، اعمل لك اي حاجه تشربها، وتعالى معايا على النموذج ايه؟ رقم 2. تعالى نشوف السؤال الاول في اختبار رقم 2. اختار من متعدد برضه 12 نقطه اختر وسؤالين ايه؟ مقالي. قول لي في الشكل المقابل، الشكل اللذيذ ده ماله؟ قول لي ا د الى الالف ب، ا د الى الالف ب كلها بيساوي كام الى كام؟ 3 الى 5. وده بيوازي ده. حاضر. ثانيه واحده بقى، ينفع بس تكتبوا مثلثين؟ شايف ان في مثلث صغير وفي مثلث كبير زي الفل. الف مشتركه، يبقى اقول له ثانيه واحده مثلث ومثلث، الف والف عشان زاويه مشتركه. طبعا في توازي، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتناظر، يبقى د بتساوي ب. حط لي د هنا وحط لي ب قصادها. واله هتساوي الجيم برضو بالتناظر، يبقى حط لي ه هنا وحط لي الجيم ايه؟ قصادها. زي الفل. رص نسبك ا د على ا ب بيساوي د ه على ب ج بيساوي ا ه على ا ج. يلا يا باشا تعرف تقول لي ا د
الى الف ف. الف د على الالف ف هي الف د الى الف ف هيساوي كام على الكام؟ 3 على 5. الحمد لله قفشت النسبه المعلومه. شوف بقى يا حبيبي انت عايز ايه وانا جاي معاك. د ه معرفهاش مش مشكله. ب ج مش مشكله. الف ه الف ه ب 2 س زائد 1. الف ج بقى كلها مش الالف ج المفروض اجمع الاثنين دول. طب تعالى كده هنجمعهم. 2 س وس 3 س. 1 و3 دي ولا 2 دي؟ 1 و3 يدينا 4. شكرا. امسح بقى اللي في النص دي كده يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. وعايز قيمة السين اضرب طرفين في وسطين. 3 في 3 س ب 9 س. و3 في 4 يدينا 12 بيساوي 2 س في 5 ب 10 س. و1 في 5 يدينا كام؟ 5. هات لي ال 10 الناحية دي وهات لي ال 12 الناحية دي وظبط دنيتك. نزل لي ال 9 س. ال 10 تروح الناحية التانية يبقى اسمها ناقص 10 س هيساوي 5. هات ال 12 يبقى ناقص 12. 9 س ناقص 10 س يديني سالب 1 س هيساوي 5 ناقص 12 يديني سالب كام؟ 7. طاير السالب مع السالب يبقى السين هتساوي كام؟ السين هتساوي 7. إجابة رقم د. والسؤال كان جامد قوي في اللذيذ منه وسهل قوي. خش على سؤال رقم 2. بيقول لي في الشكل المقابل عايز ايه بقى؟ عايز ب د. على فكرة خلصانة الدنيا تمام. الراجل قايل لي إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. بقول لك ايه؟ اكتب لي بس المثلثين بتوعك كده. ادي مثلث وادي مثلث وبينهم تشابه. يلا الالف زاوية ايه؟ مشتركة. يبقى هنا الف وهنا الف. الراجل قال لي هنا ان الدال هتساوي مين؟ الجيم. الراجل اللي قايل لي. وطالما الدال هتساوي الجيم يبقى اكيد الهي هتساوي الب. يبقى اكيد الهي هتساوي مين؟ الب. شكرا. انا مش عايز بقى المثلث تاني. انا جبت دول يبقى اجيب النسب. حاجة على حاجة بتساوي حاجة على حاجة بتساوي حاجة على حاجة. رص يا معلم. ألف د على الألف ج بتساوي د ه على الجيم ب بتساوي ألف ه على الألف ب. ورص لي. يلا يا معلم. ألف د بكام؟ ألف د ب4. ألف ج كلها 5 و3 8 والحمد لله قفشت النسبة المعلومة. د ه معرفهاش. ج ب معرفهاش. ألف ه ب5. ألف ف كلها والله أنا ألف ف كلها معرفهاش. أنا أعرف دي بس معرفهاش كلها. يبقى اسمها لي زي ما هي ألف ف. أنت عايز مين؟ أنا عايز البهدلة. عايز الحتة دي. طب ما انت لو جبت الالف ف كلها تشيل منها الاربعه يبقى شكرا جبت دي. طب ما تيجي نجيب الالف ف كلها الاول. من هنا هقول له الالف ف بتساوي اجعل اللي جنبيها وابدا منها وامشي مقص. كام في كام على الكام؟ 8 في 5 على 4. 40 على 4 فيها كام؟ ال10. يبقى الالف ف كلها بكام؟ ب10. طب الحته دي ب4 يبقى الحته دي بكام؟ ب6. يبقى الب د هتساوي 6 سم اللي هي اجابه رقم ب. شكرا. ده كده كان السؤال الثاني. تعال كده في السؤال الثالث بيقول لي اذا كان قياس زاويه د الف ب بتساوي قياس زاويه ج. الراجل قال لي الزاويه دي بتساوي الزاويه دي. ماشي. الاول حط لي بس لو سمحت كده اسامي الايه؟ المثلثات. ادي مثلث بيشابه مثلث عايز اكتبه. والله انا هبص في المثلث الصغير ده وبعدين هبص في المثلث الايه؟ الكبير ده. ماشي. الاول زاويه الب والله يا عم الحاج زاويه مشتركه. ماشي. والراجل قال لي مشكورا ان زاويه الالف هنا هتساوي زاويه الجيم فاكتب لي الف والجيم قصاد بعض والب مشتركه حط لي ب وب. يبقى فاضل لي في المثلث الصغير زاويه الدال وفي المثلث الكبير زاويه الف كلها. يبقى زاويه د وزاويه ايه؟ الف. يبقى الف ب د بيشابه ج ب ألف. حط بقى نسبك. يلا ألف ب على الجيم ب هيساوي ب د على الب ألف بيساوي ألف د على الجيم ألف. يلا حاجة على حاجة بيساوي حاجة على حاجة بيساوي حاجة على حاجة. يلا يا معلم. ألف ب 18. ج ب فين ج ب بقى؟ ج
ب كلها معرفهاش سيبها. ب د ب9. طب ب ألف ب18. ب ألف بكام؟ ب18. ألف د والله ألف د ب12. والجيم ألف بس. أنت عايز إيه بقى بس بعد كل ده؟ أنت عايز السين. طب ما شكرا خلصانة كده. معايا نسبة معلومة واجي على النسبة المجهولة. أنت عايز مين؟ عايز س. أقول له س بتساوي أجي على اللي جنبيها وأبدأ منها وأمشي مقص، يعني 18 في 12 على 9، وأقول له س بتساوي 18 في 12 على 9، 18 في 12 على 9 يديني في الآخر 4 وكام؟ و20. يبقى الحمد لله السين هتساوي كام؟ السين هتساوي كام؟ 24. وده كده كان سؤال رقم 3. تعالوا نخش على سؤال رقم 4 ونشوفه بيقول لي ايه. الله، زاويه قايمه فوق زاويه قايمه تحت، يبقى عمو مين؟ عمو اكليدس. عايز ايه يا عم الحاج؟ انت عايز س زائد ص. فين السين بس وفين الصاد؟ ادي السين وادي الصاد. طب ما خلصانه بقى يا عم الحاج، بس خلي بالك انا عايز اجيب السين الاول عشان اعرف اجيب الصاد بعدين. مش هو مديك ده؟ فممكن اقول له الالف ب تربيع من قوانين اكليدس هتساوي الب د في الب ج كلها. طيب ب د بس في ب ج كلها، والله السين مجموع على ال 32 يبقى س زائد 32. طب هي الالف ف بكام؟ الالف ف ب 30 تربيعها 900. تربيع ال 30 900، يبقى 900 بتساوي الكلام الجميل ده. طب لو سمحت الاول يا عم مازن، ينفع نضرب السين مره هنا ومره هنا؟ نزل لي ال 900 وقول لي بيساوي س في س، س في س بس تربيع، وس في 32 ب 32 س. هات لي ال 900 جوه بعكس الاشاره، يبقى دي س تربيع زائد 32 س. دخل ال 900 جوه يبقى ناقص 900. كل ده بيساوي كام؟ صفر. والله يا عم الحاج معاك معادله من الدرجه الكام؟ الثانيه. اتفضل حللها. واحد يقول لي يلا يا باشا نفتح قوسين قد بعض ونشتغل ونحلل بايدينا عادي. انا واحد بحب اريح دماغي يا عم الحاج لو سمحت. انا همسك الاله الجميله بتاعتي واحللها على الاله واقول لي السين بتساوي كام على طول. بص بقى، طب احلل ازاي على الاله؟ انت بتكتب على الاله مود 5 3 مود 5 3 هيطلع لك A و B و C. ال A معامل السين تربيع، هتدوس 1 يساوي ال B معامل السين 32 يساوي السي الحد المطلق اللي هو سالب 900 يساوي. هتقوم دايس يساوي كمان، هيطلع لك x1 بتساوي 18 يعني السين بتساوي 18. هتدوس يساوي كمان هيبقى x2 بيساوي سالب 50 يعني السين بسالب كام؟ 50. يبقى السين يا اما ب 18 يا اما بسالب كام؟ 50. طبعا السالب 50 دي يا عم الحاج خلي بالك ان هي مرفوضه. ليه يا عم مازن؟ ان انا ما عنديش اطوال بالسالب، فكده السين هتطلع بكام؟ ب 18. طب شيل لي بقى الكلام الجميل ده وحط لي مكان السين كام؟ 18. جبت السين. ارتاح، خد هدنه ويلا بينا نخش ايه؟ على الصاد. الصاد مين؟ اللي في النص. طب ما هو الالف ده التربيع ده اللي هو يعتبر صاد تربيع هيساوي ده في ده اللي هو 18 في كام؟ في 32. يعني الصاد تربيع هتساوي يبقى 18 في 32 تدينا 576. يبقى الصاد تربيع هتساوي 576. باخذ الجذر التربيعي يبقى الصاد هتساوي جذر ال 576 واقول له الصاد بتساوي اعمل لي جذر ال 576 هيديك كام؟ 24. طب كده الصاد ب 24 والسين بكام؟ ب 18. قول لي ال 18 زائد ال 24 وسمعني حاجه بتقول 42. اجابه رقم ج والحمد لله. وده كده كان سؤال رقم 4. تعالوا نخش على سؤال رقم 5 معايا. الله على السؤال وحلاوه السؤال ولذاذه السؤال. بيقول لي اذا كانت الزاويه التي قياسها اذا كانت ايه اللي احنا بنقوله ده؟ حول الله رب الواحد ما بقاش شايف. الزاويه التي قياسها الدائري ب7 باي على 6 يكون قياسها الستيني بكام؟ شيل الباي وحط مكانها 180 يا اخويا. امسك الاله وقوم عامل كده شرط الكسر 7 في 180 على 6 ورص 7 في 180 على 6 دوس يساوي تطلع 200 وكام؟ و10. اجابه رقم
ب. والله ما ينفعش يتحط يعني سؤال زي ده. تعال نخش على سؤال رقم 6. اتفضل يا عم. الزاويه التي قياسها سالب 870. الله، دي زاويه بالايه؟ بالسالب. حلوه ولا وحشه؟ زباله. نعمل فيها ايه؟ والله انا زاويه بالسالب يعني زاويه صغيره هزود عليها 360، يبقى اكتب سالب 870 على الاله واقوم مزود 360 وادوس يساوي، تطلع لي سالب 510 لسه بالسالب، زود كمان 360 زائد 360. تطلع لي سالب 150 لسه بالسالب، زود كمان 360 زائد 360، تطلع لي ب 200 وكام؟ و10. حلو. يبقى الزاويه دي هي ال 210، هو مش عايزها، هو قال لك تقع في الربع الكام؟ طب ال 210 تقع في الربع الكام؟ والله الربع الاول ما بين الصفر وال90، الثاني ما بين ال90 وال180، الثالث ما بين ال180 وال270. 210 شكرا، يبقى الربع الكام؟ الثالث. ودي السؤال السادس اجابته رقم ج. تعال نخش على السؤال السابع. السؤال السابع سؤال جامد قوي 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 قوي. بص يا عم، بيقول لي اذا كان س زائد ص ت بيساوي 1 زائد ت اس 4، 1 زائد ت اس كام؟ اس 4، حيث الس والصاد تنتمي للح، فان س ناقص ص. بص سيبك من ده، انا عايز ده. 1 زائد ت الكل اس 4. لو تفتكر في الشرح كنت بقول لك 1 موجب او ناقص ت، 1 موجب او ناقص ت، 1 موجب او ناقص ت، يعني 1 زائد ت او 1 ناقص ت وعليها اس. الناتج بتاعك ماله؟ 2 ت، 2 ت اس نص الاس. مين يا اخويا؟ اس نص الاس دي كام؟ 4 نصها 2. بس طبعا موجب هتبقى موجب، عارف لو دي بالسالب هتبقى بالسالب، يبقى الناتج بتاعه ده 2 ت اس كام؟ 2. خلي الاس نزله لي مره هنا ومره هنا. 2 اس 2 ب4 في ت تربيع، والت تربيع بسالب 1، 4 في سالب 1 يديني كام؟ سالب 4. يبقى المنظر ده كله المفروض بكام؟ سالب 4. يعني انا ينفع اشيل ده كله واحط مكانه سالب 4. طب ما هي كده السين ده عدد حقيقي والسالب 4 عدد حقيقي، يبقى السين بكام؟ بسالب 4 ناقص صاد. هل في هنا جزء تخيلي؟ لا، يبقى الصاد بكام؟ بصفر. يبقى سالب 4 ناقص صفر يديني كام؟ سالب 4. اجابه رقم د. وده كده كان السؤال رقم 7. ويا جدعان الملحوظه دي ملحوظه مهمه جدا جدا جدا. ده كده كان سؤال رقم 7. نخش على سؤال رقم 8. اتفرج على جمال السؤال. 2 زائد ت زائد ت اس 2 زائد ت اس 3. يا سلام. الاثنين نزلها، زائد الت نزلها ت برضو، زائد ت تربيع سالب 1 موجب في سالب بقلبها سالب، زائد ت اس 3 سالب ت، شيل موجب وخليها سالب ت. طب زي الفل. ظبط بقى ت تطير مع السالب ت، يبقى لك 2 ناقص 1 يدينا 1. اجابه رقم ب. اجابه رقم ب. ده السؤال الثاني. تعال نخش على سؤال رقم 9. بيقول لي اذا كان جذر المعادله دول ايوه مالهم حقيقيان مين يا اخويا؟ متساويان. سمعني المميز بيساوي الصفر، يعني الب تربيع ناقص ال4 ا ج المفروض هتساوي كام؟ صفر. قبل ما تكمل بقى طلع لي الالف والب والجيم. تعال على جنب كده. الالف بتساوي والب بتساوي والجيم بتساوي. الف هتساوي 1، ب هتساوي سالب كاف، ج هتساوي 25. الحمد لله معايا الالف والب والجيم. روح عوض، شيل الب وحط مكانها سالب كاف، سالب كاف اس 2 بكاف اس 2 ناقص، نزل الاربعه واللي فيه الالف ب1 في الجيم ب25، كل ده بيساوي كام؟ صفر. نزل لي الكاف تربيع واللي ناقص 4 في 1 ب4 في 25 ب100، الكلام ده كله هيساوي كام؟ صفر. ودي ال100 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى الكاف تربيع هتساوي 100. كاف تربيع بيساوي 100، يبقى الكاف هتساوي جذر ال100، يعني الكاف هتساوي موجب او سالب ايه؟ 10. وخلي بالك ان هتساوي موجب او سالب مش 10 بس، عشان الجذر بيطلع لي قيمتين، واحده بالموجب وواحده بالسالب.
وده كده كان سؤال رقم 9 باجابه رقم ج. تعال نخش على السؤال اللي بعده، سؤال رقم 10 اتكلم عن الهندسه في الشكل المقابل. ثانيه واحده بس قبل ما اخش على اللي هو عايزه. ده بيوازي ده، يبقى في حرف زد، يبقى الزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتبادل، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتبادل، والزاويه دي بتساوي الزاويه دي بالتقابل بالايه؟ بالراس. ثلاث زوايا بيساوي ثلاث زوايا، اذا المثلث بيشابه المثلث. هو عايز ايه؟ هو عايز ضلع اصلا. طب اكتب لي بس لو سمحت الاول مثلثين كده اسمهم ايه؟ اكتب لي لو سمحت المثلثين اسمهم ايه؟ هنبتدي بالالف، قصادها المفروض ه، الب قصادها المفروض د، وهنا الجيم قصادها ج. شكرا. تعالى يا معلم اقول له نسبي حاجه على حاجه بيساوي حاجه على حاجه بيساوي حاجه على حاجه. يلا الف ب على اله د بيساوي ب ج على الدال ج بيساوي الف ج على اله ج. حط يا باشا ارقامك حاجه على حاجه وحاجه على حاجه وحاجه على حاجه. الالف ب، الف ب معرفهاش سيبها زي ما هي. ه د معرفهاش سيبها زي ما هي. الب ج، الب ج بتساوي 4، الدال ج بتساوي 3، الالف ج ب6، والهي ج معرفهاش. انت عايز ايه يا عم الحاج؟ انا عايز الهي ج. خلصانه يا معلم، انا كده كده معايا نسبه معلومه ودي النسبه المجهوله. هقول له الهي ج بتساوي، يلا سمعني، اجي على اللي جنبيها وابدا منها وامشي مقص. يعني كام في كام على كام؟ 3 في 6 على 4. 3 في 6 على 4. والله 3 في 6 على 4، 3 في 6 على 4 يدينا 9 على 2 يعني 4 ونص. موجوده في الاختيارات. شكرا. اجابه رقم ب. وده كده كان السؤال العاشر معايا. والله سؤال في اللذيذ وسؤال سهل. تعال نخش على سؤال رقم 11. بيقول لي اذا كان احد جذري المعادله اللي اسمها س تربيع ناقص 5 س زائد ن بتساوي 0 يزيد عن الجذر الاخر بمقدار واحد. خلي بالك بقى يا معلم ان السؤال ده رايق، سؤال من العار التقيل. بيقول لك احد جذري المعادله دي بيزيد عن الجذر الاخر بمقدار واحد. يبقى انا عندي كده جذري، كده بيبقى جذري صح. في واحد بيزيد عن التاني بمقدار كام؟ واحد. طب انا لو سميت الاولاني لام مثلا، يعني التاني هيبقى اسمه مش هو بيزيد عليه بواحد، هيبقى نفس اللام بس زائد ايه؟ واحد. يبقى الجذرين بتوعي اسمهم ايه؟ لام ولام زائد واحد. عايز ايه؟ انت عايز قيمه نون. بقول لك ايه قبل بس ما اشتغل، هات لي المجموع وهات لي حاصل الضرب. هقول له مجموع الجذرين، مجموع الجذرين هيساوي، اجمعهم لي لو سمحت. يعني لام زائد لام زائد واحد، لام زائد لام ب2 لام زائد واحد. مش مجموع الجذرين ده يا عم مازن المفروض بيساوي سالب ب على الف؟ طب ما هي الالف هنا بواحد والب هنا بسالب 5 والجيم هنا بنون. يعني سالب ب يعني سالب 5 مع السالب يبقى 5 على الالف، يعني 5 على الواحد فيها الخمسه. 5 على الواحد فيها كام؟ الخمسه. ودي ديت الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، يبقى 2 لام بيساوي 5 ناقص 1 يبقى ال2 لام بيساوي ال4. اقسم على ال2 يبقى اللام هتساوي كام؟ 2. طب كده انت جبت اللام. اهلا وسهلا يا عم مازن. انت عايز ايه؟ انا عايز لسه النون مش عايز اللام. طب انا جبت اللام ماشي. معلش ينفع تجيب لي حاصل الضرب؟ ما هو حاصل الضرب يا حبيب قلبي، حاصل الضرب اللي هو بتاع ج على الف اللي هو المفروض النون، مش حاصل الضرب. يعني اللام اضربها في اللام زائد واحد. يلا لام في لام بلام اس 2، لام في واحد بلام. المفروض الكلام ده هيساوي ايه بقى؟ ج على الف، ج على الف يعني نون على الواحد، واي حاجه على الواحد فيها نفس الحاجه، يعني نون على الواحد فيها كام؟ النون. طب اللام انا كنت جايبها بكام؟ اللي انا كنت جايبها ب2. ينفع اشيل اللام واحط مكانها 2؟ يبقى 2 تربيع زائد كام؟ ال2. الكلام ده يساوي النون. 2 تربيع ب4 زائد 2 يدينا 6. ال6 يساوي النون، يبقى النون بتساوي 6. انت عايز مين؟ انا عايز قيمه نون. شكرا. يبقى النون هتساوي 6. بجد يا جدعان السؤال ده جامد 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 جامد، سؤال رايق. وده كده كان سؤال رقم 11. تعال نخش السؤال اللي بعده والسؤال الاخير في اسئله الاختيار المتعدد في الاختبار الثاني.
بيقول لي مضلعان متشابهان. النسبة بين ضلعين 3 إلى 4، يبقى النسبة بين الضلعين 3 على 4 بتساوي. فإذا كان محيط الأصغر، ثانية واحدة، مش النسبة بين أي ضلعين بتساوي النسبة بين محيطين؟ يعني أكتب محيط على محيط؟ الراجل قال لك هو محيط الصغير ب 15، طب ما الصغير هيتكتب قدام الثلاثة الصغير. فعايز محيط الكبير، عايز الراجل اللي أنا ما أعرفوش ده اللي هو قدام الأربعة، هقول له الراجل اللي أنا ما أعرفوش ده هيساوي، أجي على اللي جنبيها وأبدأ منها وأمشي مقص، يعني 4 في 15 على ال3. 4 في 15 ب 60، 60 على ال3 فيها ال 20. يبقى المحيط الأكبر هيساوي كام؟ هيساوي 20. إجابة رقم ألف. وده كده يا معلم كان 12 سؤال في الاختبار الثاني. تعالى كده نشوف آخر سؤالين معانا اللي هم سؤالين الإيه؟ المقالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول في المقالي بيقول لي يوجد كمية ألف. ماشي. التي تجعل مجموع جذري المعادلة دي بيساوي حاصل ضرب جذري المعادلة دي. ثانية واحدة، أنت قصدك تجيب مجموع الجذرين هنا وتجيب حاصل ضرب الجذرين هنا وتخليهم بيساوي إيه؟ بعض بالظبط. تعالى بقى الأول كده نجيب مجموع الجذرين، بعدين نجيب حاصل ضربه. حلو. هنجيب مجموع الجذرين منين؟ من المعادله اللي فوق، عشان هو قايل لي مجموع الجذرين بيساوي ايه؟ سالب ب على الف. هنا الالف، هنا الب، هنا الجيم. ادي الالف هتساوي كام؟ 1، والب هتساوي كام؟ سالب الف ناقص 4، دي سالب الف زائد الاربعه، ده كده الب. والجيم يساوي 3 الف تربيع. 3 الف تربيع. انت عايز ايه؟ انا عايز مجموع يبقى سالب ب على الف. سالب ب، الب بالسالب اهي، لما اضربها في سالب، السالب ده هيطير، هيبقى لي ب على الف، يبقى الف زائد 3، اسف الف زائد 4، ده 4، الف زائد 4 على الواحد. يبقى مجموع الجذرين بيساوي ايه؟ الف زائد 4 على الواحد. اللي كان هنا على جنب لو سمحت. طبعا الف زائد 4 على الواحد بيساوي الف زائد كام؟ 4. شكرا. هات لي هات لي حاصل ضرب الجذرين من هنا، من المعادله اللي تحت دي. طب هات لي الالف الاول ب2 والب بسالب 7 الف والجيم بالف تربيع. حاصل الضرب بيساوي ايه؟ جيم على الف، جيم على الف، الجيم بالف تربيع على الالف ب2. الحمد لله انا كده جبت مجموع الجذرين من المعادله اللي فوق زي ما هو كان قايل لي، وجبت حاصل ضرب الجذرين من المعادله اللي تحت زي ما هو قايل لي. قال لي بقى ايه؟ اوجد الف اللي تخليهم بيساووا بعض. يبقى انا اخد الاثنين اخليهم بيساوي ايه؟ بعض. خد لي الاثنين كده. الاولاني الف زائد 4 بيساوي الثاني هنا الف تربيع على الاثنين. يا باشا اعتبر دي مقامها واحد تاني، ويلا نضرب طرفين في ايه؟ في وسطين. الف تربيع بواحد بالف تربيع، واضرب لي ده بيساوي 2 في الف ب2 الف، و2 في 4 ب8. ينفع ندخل الاثنين الف جوه وندخل ال8 جوه؟ الف تربيع دخل الاثنين الف يبقى اسمها ناقص 2 الف، ودخل ال8 يبقى اسمها ناقص 8. الكلام ده كله بيساوي كام؟ صفر. معادله من الدرجه الثانيه اسمها الف تربيع ناقص 2 الف ناقص 8 بيساوي صفر. تتحلل. انا يا عم الحاج واحد قلت لك بحب اريح دماغي، همسك الاله وادوس مود 5-3 واكتب المعاملات. معامل الالف تربيع بواحد، معامل الالف سالب 2، معامل الجيم سالب 8، ويدوس يساوي طلع لي الاكس 1 يعني الالف بتساوي 4، ادوس كمان يساوي هيطلع لي اكس 2 يعني الالف الثانيه هتساوي كام؟ سالب 2. يبقى انا الالف عندي يا اما ب4 يا اما بكام؟ يا اما بسالب كام؟ 2. شكرا. اوجد قيمه الف. الحمد لله جبت له قيمه ايه؟ الف يا اما ب4 يا اما بكام؟ بسالب 2. وده كده كان السؤال الاول في المقاله عندي. تعال نشوف سؤال رقم 2 بيقول ايه؟ بيقول لي مثلثان متشابهان النسبه بين محيطيهما 3 إلى 2. طيب ومجموع مساحتيهما 130. نعم. اوجد مساحه كل منهما. انت عايز مساحه كل واحد؟ معلش
مش النسبه بين المحيطين 3 الى 2؟ طب انا معلش انا عايز النسبه بين المساحتين، هتقول لي ربعهم، ربع الثلاثه هتبقى 9 اهو. النسبه بين مساحتيهما هيبقى 9 ربع، وربع الاثنين هتبقى 4، يبقى 9 الى كام؟ 4. دي النسبه بين المساحتين. ايوه انا قلت لك مجموعهم بكام؟ مجموع المساحتين دول بقى بكام؟ ب 130. ثانيه واحده يا عم مازن، مجموع اللي ب 130 ده 9 زائد 4 يديها 13. ازاي 30؟ اسف ازاي 130؟ جبتها منين دي ان شاء الله؟ ما هي دي يا بابا قلت لك نسبه نسبه نسبه، يعني مش الارقام الاصليه. طب نعمل ايه؟ في الحل زي دي احنا كنا لو تفتكر من ثالثه اعدادي بنحط حاجه اسمها ثابت التناسب، يعني نحط لي اي حرف، مثلا اقول دي 9 س وديت 4 كام؟ س. والله مش قال لك مجموعهم بيساوي 130؟ يعني هقول له 9 س زائد ال 4 س، الاثنين دول هيساووا كام؟ 130. طب 9 س زائد 4 س، 9 و4 يبقى 13 س، هيساوي ال 100 وكام؟ 130. اقسم على ال 13 واقسم هنا برضو على ال 13، دي هتروح مع دي، يبقى بتساوي 130 على ال 13 يدينا كام؟ 10. كده انا الحمد لله جبت السين. ايوه هو عايز مساحه كل واحد. طب ما انا واحد كنت مخليه 9 س والتاني 4 س، واحد 9 س والتاني 4 س. طب يا حبيب قلبي ما تشيل يلا التسعه، اسف شيل السين وحطها كان 10، يبقى 9 في كام؟ في 10 يدينا كام؟ 90. ادي مساحه واحد منهم. وهنا برضو شيل السين وحط 10 يبقى 4 في كام؟ في 10. 4 في 10 يدينا 40، يبقى مساحه واحد ب 90 ومساحه الثاني بكام؟ ب 40. لو جيت جمعتهم هيدينا ال 130 اللي هو قايل لي عليهم، ويبقى انا كده ايه؟ تمام. وكده يا معلم شكرا، انت كده خلصت اختبارين كاملين طبق الاصل لاختبار امتحان الشهر. بكم سؤال؟ ب 24 نقطه اختر واربع اسئله مقالي. ان شاء الله يا معلم بعد المراجعه دي انت تكون داخل الامتحان انت تمام. ولازم طبعا فوق كل ده انا اسف انت مش قاعد بتتفرج عليا وخلاص، انت لازم تكون قاعد شغال بايدك. يعني انت لو وصلت بقى اللي انا بتكلم فيه ده ولقيت نفسك ان انت اصلا كنت قاعد باصص لي كده وقاعد بتتفرج، شكرا انت كده الفيديو بتاعك مش ألذ، كانك ما اتفرجتش. عيد تاني من الاول يا حبيبي وسؤال سؤال كده واشتغل بايدك وامسك ورقه وقلم واشتغل. وكده يا معلم تبقى الحمد لله مراجعه امتحان الشهر تمام. اشوفكم ان شاء الله في المراجعه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.